مساء الفل عليكم، حلقة جديدة من برنامجكم حلبة الأكل. النهاردة في منافسة قوية وجديدة جدا جدا. 2 من أهم وأكبر محلات المشاوي في مصر، عتاولة السياخ، ملوك الفحم. مش هطول عليكم، يلا بينا نعرف مين المنافسين بتوعنا. المنافس الأول مطعم الدهان، من أشهر مطاعم اللحوم المشوية في مصر، ويعتبر من أقدم المطاعم لأنه موجود من سنة 1890. المنافس الثاني مطعم الحاتي، من أقوى مطاعم المشاوي في مصر، وهو موجود من سنة 1937. المنافسة مشوية وتجري الريق. يلا بينا نشوف مين اللي هيفوز معانا بحزام حلبة الأكل. والمنافس الأول الدهان، والمنافس الثاني الحاتي. هنشوف ونقيم ونعرف مين فيهم اللي يستحق حزام حلبة الأكل. طلبنا أهم حاجتين ممكن تجيبهم من الدهان أو الحاتي، طلبنا الكفتة والفراخ المشوية. هنبتدي نشوف محتويات كل كيس، نتعرف عليهم حاجة حاجة. عيش بلدي ومغلف، دي أعتقد الكفتة، والطحينة معلقة، دي الفراخ. نفضي محتويات الحاتي: طحينة، سلطة خضراء، المعالق، العيش برضو مغلف، كفتة، والفراخ. زي ما كلنا عارفين هنبتدي نقيم على 5 حاجات: التغليف، المكونات، الكمية، والطعم، واخر حاجة السعر. وفي النهاية هنعرف مين هو اللي هيفوز معانا بحزام حلبة الأكل. نبدأ بالتغليف. بالنسبة للدهان، التغليف بتاعه حطه في علبة بلاستيك تقدر تخش الميكرويف، ولكنها من البلاستيك، مش أفضل حاجة بس كويسة. الطحينة محطوطة في علبة كرتون حراري. العيش بتاعنا عيش بلدي محطوط في كيس بلاستيك، ومعاه معلقة ومنديل وخلة. بالنسبة للحاتي، الفراخ والكفتة برضو محطوطين في علبة بلاستيك تقدر تخش الميكرويف برضو، بس هنا جايب سلطة حاططها في علبة بلاستيك، والطحينة برضو حاططها في علبة بلاستيك، والعيش محطوط في كيس بلاستيك، بالإضافة لكيس المعالق والشوك اللي معرفش جواها ايه، بس عشان هي مقفولة لما هنفتح هنعرف جواها ايه. بالنسبة للمكونات والكمية، لو فتحنا علبة الكفتة بتاعة الدهان، هي كميتها ربع كيلو، عبارة عن 4 صوابع كفتة ومعاها 2 فلفل مشوي أو 3، لا هي 3، لا هم 2، لا هم 3. خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ ولو جينا فتحنا ربع الفرخة بتاعت الدهان، هنلاقي المكونات عبارة عن ربع فرخة صدر مشوي مع نص رغيف عيش، بالإضافة لو فتحنا كيس العيش، الكيس فيه 4 رغيفة عيش، بالإضافة إلى علبتين طحينة. ولو جينا نبص على المكونات والكمية بتاعة الحاتي، لو فتحنا علبة الكفتة بتاعة الحاتي، هي نفس الكمية، ربع كيلو، عبارة عن 4 صوابع كفتة وشوية رز حاطين في القاع رز وبصل وفلفل. ولو فتحنا وجبة الفراخ من الحاتي، هنلاقيها برضو ربع فرخة صدر بس بالإضافة معاها رز وفلفل مشوي، وكيس العيش فيه رغيفين عيش بالظبط بس حجمه أكبر من العيش اللي في الدهان، وفيه علبة سلطة خضراء وعلبة سلطة طحينة. نبدأ بقى نشوف الطعم. هما جايبين الدهان مع الوجبة معلقة، بس مش شايف أي حاجة يستخدم فيها معلقة، فاحنا هنستخدم حاجة تانية خالص، ألا وهي الجلبزات. نبدأ بالدهان. صباع الكفتة هنا شكله متوسط، ندوق منه حتة ونقول بسم الله. هو بيشد شوية معايا. الكفتة مستوية من بره وجوه، كاملة السواء. انتوا عارفين طبعا يا جماعة ان الكفتة بيتحط نسبة كبيرة جدا من البرغل والمكونات الإضافية بتاعتها، بس هنا نسبة اللحمة عالية جدا. نبتدي بقى ندوقها بالطحينة ونقول بسم الله. الطحينة مظبوطة جدا وتوابلها معقولة قوي. هناكل برضو حتة بالعيش، هنعمل ساندوتش كده صغير. ونبدأ ندوق ونقول بسم الله. اول مره ادوق كفته خفيفه حلوه كده وناعمه وبتدوب في البق بسرعه جدا. حتى الكفته ما فيهاش توابل كتير تغطي على الطعم، فطعم اللحم باين فيها. نيجي بقى للكفته بتاعت الحاتي، ندوق ونقيم ونشوف طعمها ايه. صباع الكفته بتاع الحاتي لونه افتح من صباع كفته الدهان، بس اللي هيفرق معانا الطعم. بتتقطع بسهوله جدا. دهون الضاني باينه في الطعم، ودي مخليه ليها طعم حلو جدا. مبدئيا هي مستويه من بره ومستويه كويس جدا برضو من جوه، بالاضافه ان هم حاطين شويه رز هنا مناسبه جدا للوجبه، يعني ممكن ما نطلبش رز حتى مع ربع الكفته ده. ندوق الطحينه والسلطه. نفتح السلطه، ايتها السلطه ما بتفتحش، افتح يا سلطه. نفتح السلطه وسلطه الطحينه، العلب محكمه الغلق.
فتحت الحمد لله. نبتدي نشوفها بالطحينة. الطحينة هنا خفيفة أكاد لا أشعر بطعمها. ونبتدي نشوف السلطة الخضراء. هي عبارة عن مجموعة خضروات محطوطة مع بعض، بس مش محطوط عليها أي توابل خالص، ولا ملح ولا كمون ولا أي حاجة. هي مجموعة خضروات متقطعة ويعني طعمها معقول. ندوق الرز بتاع الكفتة. هو رز بسمتي. طعم الرز باين عليه ان هو محطوط عليه تتبيله، بس بتاع التتبيله طعمها حلو. نجرب برضو العيش ونعمل ساندوتش زي اللي عملناه عند الدهان. ونقول بسم الله. نبتدي بقى نقيم طعم الفراخ في كل مطعم. هنبدأ بالدهان. وجبة الفراخ هنا زي ما قلنا ربع فرخة عبارة عن صدر. حجمها انا شايف ان هو ربع كويس جدا مليان، وشايف ان السوا من بره كويس جدا. نبتدي نشوف من الداخل هيبقى عامل ايه. اللحم من جوه مستوي جدا، ولو فتحنا وبصينا من جوه هنلاقي التتبيله ماليه الفرخه من جوه. نبتدي ندوق ونقول بسم الله. طريه لدرجه ان انت بتحس بتاكل سمك. قطعه اللحم شاربه التتبيله، والتتبيله بتاعتها مظبوطه، مش حادقه ومش مشطشطه وكويسه جدا. وكل قطعه في اللحم شاربه تتبيله كويس جدا. ده معناه ان هي اتبلت فتره كويسه جدا. نبتدي نشوف ونقيم فراخ الحاتي. قطعه فراخ الحاتي عباره عن ربع فرخه صدر. الحجم هنا اعتقد ان هو اكبر من الحجم اللي موجود في الدهان. نبتدي برضو نفتحها ونشوف شكلها من الداخل عامله ازاي. وبالاضافه برضو ان الحاتي حاطط رز مع ربع الفرخه، بالرغم ان احنا طالبين نفس الوجبه، ربع فرخه هنا وربع فرخه هنا، بس دي فيها رز والدهان ما فيهوش رز. نفتح الفرخه من جوه ونشوف شكلها عامل ازاي. اعتقد برضو ان شكلها مقبول جدا وكويس جدا. اللحم ابيض من جوه زي ما حضراتكم شايفين. نبتدي ندوق ونقول بسم الله. هنا الفراخ انشف شويه من فراخ الدهان، مع الاخذ في الاعتبار برضو ان التتبيله كويسه جدا. هي الفراخ شاربه برضو التتبيله بتاعتها، بس طبعا مع اختلاف طعم التتبيله هنا وهنا. وجينا لنقطه الحسم اللي هنعرف من خلالها مين اللي هيفوز معانا بحزام حلبة الأكل. بالنسبة للتغليف، الدهان كان مغلف في علب بلاستيك ممكن تخش الميكروويف، والطحينة كان حاططها علبة كرتون حراري. كذلك الحاتي كان حاطط في علبة بلاستيك تقدر تخش الميكروويف، والسلطات حاططها في علب بلاستيك. علشان كده نقطتين للدهان ونقطتين للحاتي. تاني حاجة الكمية. بالنسبة لكمية الدهان على قد فلوسها بالظبط، يعني ربع الكفتة بس معهوش حاجة تانية، وربع الفرخة بس معهوش أي إضافات. أما بالنسبة لكمية الحاتي فكان حاطط رز مع الوجبات، والأحجام أكبر من حجم الدهان. علشان كده أنا هدي نقطة واحدة للدهان ونقطتين للحاتي. تالت حاجة المكونات. بالنسبة للدهان فهو زي ما قلنا بالظبط في الكمية، كل حاجة كانت جاية بالظبط. الفراخ والكفتة معهاش أي مكونات تانية غير الطحينة والعيش. أما بالنسبة للمكونات الحاتي فكان جايب رز وجايب سلطة خضراء وجايب طحينة، فعشان كده أنا هدي نقطتين للحاتي ونقطة واحدة للدهان. رابع حاجة وهي الطعم. بالنسبة لطعم الفراخ في الدهان فكانت التتبيلة مظبوطة مع الفرخة، والسوا كان مظبوط وطعمه حلو جدا. وبالنسبة للكفتة فكان طعمها مظبوط وطعم اللحم كان باين فيها والتوابل أقل، فكانت مظبوطة جدا. أما بالنسبة للطحينة فكانت رائعة. علشان كده أنا هدي للدهان نقطتين كاملين. بالنسبة للطعم في الحاتي فالفراخ كانت مستوية، ولكن مستوية بزيادة، فكانت ناشفة شوية على البق. وبالنسبة لكفتة الحاتي فطعم البرغل والمكونات التانية كانت زيادة، لأن بعد ما أكلتها حسيت إن بقي دهن من جوه. علشان كده أنا هدي الحاتي نقطة واحدة. آخر حاجة وهي السعر. سعر ربع الكفتة في الدهان 84 جنيه، وسعر ربع الفراخ صدر في الدهان 37 جنيه، إجمالي بالضريبة 139 جنيه. نيجي للحاتي، سعر ربع الكفتة 92 جنيه، وسعر ربع الفراخ 55 جنيه، بإجمالي 147 جنيه بالضريبة. عشان كده أنا هدي نقطتين للدهان ونقطة واحدة للحاتي، وبكده النتيجة أصبحت 8-8. وفي حالة التعادل احنا بنستعين بالفريق بتاعنا اللي ورا الكاميرات، هنصوت ونشوف كل واحد هيدي صوته لمين. نبدأ بمحمد. انا دقت الدهان، الفراخ بتاعته يعني بتدوب في البق اسرع، والكفته بتاعته بصراحه ممتازه يعني. فانا هدي صوتي للدهان. تمام، ومعانا كده صوت للدهان. استاذ محمد التاني. معانا 2 محمد يا جماعه، فاحنا بنتلخبط ما بينهم هما الاثنين. بالنسبه لطعم الكفته لا، اقوى الصراحه وافضل، التوابل باينه فيه.
حتى طعم الطحينة والفراخ نفسها بتدوب أكتر يعني. فأنا يعني بفضل الدهان في كل حاجة عنه. الدهان، ومعانا نقطتين للدهان. بكده الفايز معانا بحزام حلبة الأكل الدهان. وهارد لك الحاتي لحصوله على 8 نقاط من 10. وعلى فكرة دي مش خسارة، لأن هم وصلوا للتعادل، ودي نتيجة كويسة وصلوا لها هما الاتنين. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واللايك أهم حاجة اللايك، وتكتبوا لنا في الكومنتات مين عايزينه يبقى منافس في حلبة الأكل. أشوفكم في حلقة جديدة. سلام.